بجد حرام حرام حرام. مش اللي بيحصل في نادي الزمالك، لا، اللي بيحصل في جماهيره. الجماهير وافيه، والجماهير بتروح وراك كل مباراه، ما بتسيبكش، سواء خسرت او كسبت او اتعادلت ما بتسيبكش. انشغلنا بقضيه زيزو وان هو راعي الاهلي، وسيبنا نادي الزمالك يغرق. وحسين لبيب ماشي ماشي ولا بيدي، مش عارف رايح فين ومش عارف الفريق رايح فين. احنا اصبحنا بقينا حقل تجارب للمدربين. اي مدرب عايز يشتري، اي مدرب عايز يلعب علينا بيجي بندفع له الشرط الجزائي وبندفع له المرتبات بتاعته، والدنيا بتغرق بتغرق بتغرق. ديون متلتله على نادي الزمالك، مش عارفين نجدد اللعيبه، واللعيبه ما عندهاش اخلاص. افتح الباب، افتح الباب. اللي عايز يغور في 60,000 ده يغور، في 60,000 ده يقول اودي وش فين من احمد ناجي كل يوم يعيني بفريق الزمالك، كل يوم يعيني بفريق الزمالك. خلاص احنا استوينا. لو كشفت على جماهير الزمالك هتلاقي اللي عنده الضغط واللي عنده السكر واللي عنده اكتئاب نفسي. جبتوا لنا الفقر، حرام عليكم.